على أواخر سنة 1807 الملكة ماريا الأولى ملكة البرتغال كان عقلها بدأ يخاف. بيقول لك كانت ست متدينة جدا، بس في الفترة دي كانت بدأت تجيلها نوبات بتحسسها إن هي اللي مسؤولة عن كل الحاجات الوحشة اللي حصلت في العالم. كانت بتقعد تقول حاجات مش مفهومة، بتجيلها كده فترات تهلوس، فترات تبقى مكتئبة. والحوار ده كان معروف لدرجة إن الشعب كان مسميها ماريا المجنونة. هي برضو الصراحة أخدت لها كام خبطة كده في وشها. كان آخرهم مثلا موت أبوها الروحي، قبله ماتت بنتها، وقبلهم ابنها الكبير، وقبلهم كلهم حبيبها جوزها أو عمها اللي كان جوزها. بس هي أصلا كانت بنت ملك. المهم سنة 1792 بيعلنوا رسميا إن الملكة ماريا الأولى خلاص مش هتكمل في الحكم، وإن ابنها جواو السادس واللي كان لسه أمير وقتها بقى هو الوصي على العرش. سنة 1807 كانت سنة درامية وصعبة جدا على الملكة ماريا الأولى. لما نابليون الأوزعة كان داخل بجيوشه على البرتغال، جواو السادس قرر إن هو يهرب على البرازيل بأسطوله ومعاه بتاع 15 ألف من رجالته وحشيته ونبلة وعلماء وغيره، وقبلهم طبعا العيلة. وفي الوقت ده أجبروها إن هي تهرب معاهم بالعافية رغم صراخها ورفضها. فضلت بعد كده عايشة في البرازيل وحالتها كانت بتسوء لحد لما ماتت سنة 1816. عاشت سنينها الأخيرة في الهوبا اللالا أو حالة عدم استقرار عقلي مستمر. بيقول لك بقى ان انتشار جوازات القرايب بشكل كبير جوه العيله المالكه البرتغاليه، وخصوصا مع عائلات الهابسبورج والبوربرن، غالبا هو ده اللي ساهم في انتشار الامراض العقليه في عيلتها. لان كان في اختين من اخواتها كمان كانوا بيعانوا من نفس الاعراض. الملكه ماريا الاولى كانت بتلقب بالملكه المجنونه علشان مرضها العقلي، والملكه الورعه علشان تدينها وقربها من الكنيسه.